علي وعمر الاثنين بيقدموا على نفس الوظيفه في شركه تسويق. دخلوا المقابله الشخصيه، فعلي قال انا اشتغلت في شركه كذا قبل كده وعندي خبره سنه في المجال، انما عمر قال انا ساعدت ان انا ازود مبيعات الشركه اللي كنت فيها بنسبه 30% خلال اخر 6 شهور، واشتغلت حملات تسويقيه جابت حوالي 5000 عميل جديد. تفتكر مين اللي ممكن ياخد الوظيفه؟ عمر طبعا، لانه سوق لنفسه. طب انت ازاي تسوق لنفسك وانت بتدور على شغل؟ اول حاجه، خبراتك عباره عن ارقام ونتائج. الشركات مش مهتمه المسمى بتاعك ايه، الشركات مهتمه بالقيمه اللي انت هتبدا تضيفها لهم. تاني حاجه، اهتم بالبيرسونال براندنج بتاعك، يعني تبدا تشارك محتوى عن الشغل بتاعك سواء على لينكد ان او انك تعمل بورتفوليو يوضح ايه هي المشاريع اللي اشتغلت فيها عشان تبقى معروف في مجالك. ثالث حاجه، طور مهاراتك باستمرار. السوق بيتغير كل يوم، واللي مش بيطور نفسه بيخرج من المنافسه. ياما ناس كانت على القمه وللاسف ناس اصغر منها في السن سبقوها بكتير. رقم 4، ما تكتفيش بالتقديم على وظائف، حاول تبني علاقات. الشغل مش دايما مبني على انت مين، احيانا على مين يعرفك. من الاخر انت منتج والشركات هي العملاء، فلازم تسوق لنفسك بذكاء عشان تتقبل في الوظيفه اللي انت تستحقها.